صباح الأنوار، أهلا بيك في الدرس رقم 7 من دفاع هندي الملك أو الملك الهندي. والنهاردة معادنا مع هجوم الأربع بيادق. بيادق إيه؟ الأربع بيادق. هجوم البيادق الأربعة أو الفور بونز أتاك. طيب دي فور كالمعتاد. النايت اف 6 من حضراتنا بيلعب السي 4، بيسيطر أكتر على السنتر. بدأينا هو الراجل لسه معملش أي حاجة، بيلعب السي 4 وبعدين هيطور النايت. ماشي، جي 6 منه عايز فانكة البيشوب. الراجل يطور النايت بتاعه وبيلعب بسهولة الاي 4. افنكة البيشوب بتاعي انا معلنا اختياري لهجوم هندي الملك، والراجل يلعب الاي 4. 3 بيادق اهوت ولسه الراجل معملش اي حاجة. دي 6 وفاهمين افكارها بقى من المقدمة. بتصعب طبعا الاي 5 في الحال، وبتسهل علينا احنا نلعب السي 5 او الاي 5 في تفريعات اخرى. ماشي لحد دلوقتي الدنيا جميلة، عشان الأستاذ يلعب الاف 4 وهجوم الأربع بيادق. زي ما أنت شايف كده، هو عنده سيطرة أكثر من ممتازة على السنتر. تقريبا كل مربعات السنتر الراجل مسيطر عليها ببيادقه، ولكن ده بتمن. زي ما سيادتك شايف هو بيلعب بقطعة بيضاء، ورغم ذلك مفيش غير النايت بس اللي طوره، كل قطعه في الجراج. طيب في نفس الوقت البيادق ديت برضو تركت إضعافات وراها. الملك بتاعه برضو سواء هيبيت جناح ملك أو جناح وزير مش هيكون في أفضل حال، في إضعافات في المكان. طيب احنا بنكمل ازاي؟ بنبيت كالمعتاد، والاستاذ بيطور النايت بتاعه. هذه هي اللعبه الرئيسيه، واحنا بنلعب السي 5. ينفع نلعب اي 5 ولا بقى كارثه لو لعبنا؟ لا كارثه ولا حاجه، ممكن تلعب اي 5، ولكن افضل نلعب السي 5. طب ممكن تورينا الاي 5؟ ممكن اوريك الاي 5، ليه لا؟ يعني هو عيب نشوفها؟ بس تعالى نخلص الشيء الرئيسي الاول. النقطه الرئيسيه ان الاستاذ طبعا يلعب الدي 5. طيب ممكن ياكل؟ ممكن ياكل، بس هنشوفها كمان شويه برضه. معلش انا رخم، انا اسف. طيب دي 5 الاول. انت كده هتشوف مني حاجتين، الاكل وتشوف الاي 5، لا بأس. ماشي، دي 5 الاول. كالمعتاد احنا بنلعب ايه في الحاله دي؟ اي 6. لن نترك لك هذا السنتر لكي تستمتع بيه. طور البيشوب بتاعه، انا اكل والاستاذ يستعيد كالمعتاد. وكالمعتاد عندنا البدء بتاع الدي 5 او بعتذر الدي 6 اللي بيسموه بينوني. وهذا البيدق هو بيدق فيه ضعف شويه، يمكن الضغط عليه في الاند جيم او حتى من دلوقتي. طبعا لو صوت البيدق ده لو اتشال البيدق بتاع دي هيبقى سالك عنده. ماشي، اللعبة الرئيسية هنا البيشوب بتاعنا يجي ضاغط على النايت. قد يكون الراجل دوت او من الالعاب المهمة عنده هو عايز يلعب الاي 5، وبالتالي يتخلص من البيدق بتاعنا. فاحنا الحقيقة ضاغطين على هذا النايت وعايزين نصعب عليه لعبة الاي 5. الراجل يبيت وانا اطور النايت بتاعي عشان اراقب اكتر مربع الاي 5 واصعب عليه الاي 5. ولما بيزيح بتخلص من النايت وبمنع الاي 5 واستريح منها، عشان خاطر لا يستغل الاضعاف عندي اللي في بيدق الدي دوت. لو تخلص منه تخيل سيادتك هيبقى عنده بيدق سالك. طيب اجيب الرخ وضغط. بدأت اعمل ضغط على البيدق بتاع الاي عنده، والراجل ما عندوش يعني مشكلة خالص. بيقول لي انا هبدأ اشن هجومي على جناح الملك. العب الاتش 6، اقول له هبطل لك هذا الهجوم او هكافحه او مش هسمح بيه. يكمل في هجومه بالاتش 4، وانا بلعب الاتش 5 اللي لازم يرد فيها بالجي 5. لو اكل انا ما عنديش ادنى مشكله، هاكل بالنات وهجومك باظ اصلا. لو اكل بهذا الشكل هاكل الاول، ومفروض هو يطلع بالملك وانا استعيد قطعتي ويكسر وانا اكل، والهجوم باظ ومفيش ادنى مشكله خالص. ولذا افضل نقله له في هذا الشكل مش ان هو ياكل، ما بياكلش، ولكن في اللاين دوت هو بيزيح عننا. بسيط، شلنا النايت يا شغلانه. وهنا طبعا زي ما سيادتك شايف هناك تضحية بيدق، ولكن موقفنا هيبقى افضل. بناكل بياخد في بدء زيادة. هو الأستاذ خده حار ونار في جتته، ولكن موقفنا إن شاء الله يكون مش صعب ولا حاجة. بيستعيد بهذا الشكل، وأنا أهو آدي يا سيدي. شفت الحرام ما بينفعش إزاي؟ استعدنا البيت. إيه المشكلة بقى؟ حرام ما بينفعش وما بيدومش، كون واثق في هذا الأمر.
طور البيشوب بتاعه، ازيح بهذا الشكل، يجيب الرخ في وش الرخ، ممكن نكسر وممكن ما نكسرش، ندي هذه الكش، النايت يدعم الرخ، الوزير وضغط مزدوج على الرخ، ما عندناش ادنى مشكلة. ممكن في الحالة نكسر، الوزير بتاعنا ينزل بهذا الشكل، اند جيم بقى زي ما فيش ادنى حاجة يعني. تهيألي مش هنحتاج ان احنا نتبحر مثلا، الملك يطلع يدعم بهذا الشكل، النايت ينزل، كسرنا يستعيد، يعني ليس في حاجة إلى مزيد من التبحر. وكان هذا الخط الرئيسي. بس بقى أنا كنت وعدك بكام نقلة كده، تعالى أوريهم لك، حتى لا تقول لي أنت بتضحك عليا وبتقول لي حاجات هتشوفها بعدين. على فكرة في هذا الشكل لما فتحت الانجن دلوقتي، 1/10 ليك سي تفوق، أي خدمة. طيب، في كام نقلة وعدتك بيها، أسيبك ولا تعالى نرجع من البداية وناخدهم؟ تعالى نرجع من البداية وناخدهم. أول نقلة حضرتك عايز تشوفها، تعالى نعيد نقلاتنا بسرعة. لما انا بيت وهو طور النايت، سيادتك بتقول لي السي 5، انا كنت عايز اشوف الاي 5. حاضر اوريك الاي 5، بس تعالى ناخد في السي 5 ماذا يحدث لو مزحش، اكل. اللي يحصل هذا الامر، هذا الامر بقى وارد عادي. هطلع بوزيري رابط هذا النايت، هذا النايت الجميل مربوط، وبالتالي هذا البيدق عليه ضغط. في نفس الوقت انا عايز البيدق بتاعي، استعيد البيدق يحمي بمنتهى الهدوء البيدق. بس اديني البيدق بتاعي يا عم. يطور وزيره بهذا الشكل، اطور النايت بتاعي، البيشوب يجي يهدد الوزير، ما كانش العشم، شلنا الرخ يجيبها في وش وزيري، لا بأس. وكان هذا التفريع اللي ما بيتلعبش كتير. طيب تعال نرجع من البداية، وهتقول لي بقى ما تضحكش عليا، فاضل الاي 5 اللي انت قلت لي ان هي ما فيهاش مشاكل، ممكن توريها لي؟ اه طبعا، يلا نعيد نقلتنا عشان نشوف الاي 5. بيلعب هو الاف 4، انا ببيت النايت. شوفنا السي 5 خلاص يا عم، ما عندكش اي اسئله فيها. الاي 5 بقى، بص يا سيدي، الاي 5 هو الحقيقه الراجل لازم ياكل، ما ينفعش يقدم. يعني ممكن ياكل كده او ياكل كده، يقدم لا. ليه؟ هو التقديم حرم؟ لو قدم إيه اللي هيحصل؟ انا اللي هاكل. طب ما هو يستعيد، ايه المشكله يعني؟ هاكل هذا البيضك. طب انا خدت منك نايت بحاله، لا طول بالك، مفيش نايت ولا حاجه. هات هذا الايه، الحصان. تقولي سهل هحميه، ايه يعني؟ هو هتعمل ايه بعد ما يزيح عليك الاف 5؟ تهدد وزيري، قفلنا السكه في وشك. يقول لي هاكل، ما عندناش مشكله. وبعدين تبيت، انا اكل، والاستاذ يجيب الرخ بهذا الشكل، يقول لي لو كلت الرخ بتاعتك هتسقط، الرخ بتاعتك غير محميه. طور البيشوب بتاعي، يسحب البيشوب بتاعه، يستمر التفريع بقى. طب ما ياكل النايت، لو اكل النايت هاكل النايت بتاعه. لو اداك هذه كش هنقفل، يستعيد، ناخد، ياكل. كان هذا التفريع طبعا لو فتحنا الانجن هنلاقي لحضرتك تفوق 1.2 أو 3 من 10، وبالتالي ما ينفعش يقدم ويقول أنا عايز مساحة في الوسط. طيب تعال نرجع من البداية عشان نشوف بقى النقلة الأدق والأصح إيه هي. نعيد نقلتنا في عجالة. يلعب هو، أنا أبيت، يطور النايت اي 5 مني، لازم ياكل. حلو، أنا في كل الأحوال عايز أبوظ السنتر بتاعك دوت، استعيد. يزيح هو في الحالة دي، وانا بطبيعة الحال هلعب سي 6، مش هسيب لك هذا السنتر. طور البيشوب بتاعه، انا العب البي 5. ده على فكرة الخط الرئيسي بعد الاي 5 بقى، برضو مش هسيب لك هذا السنتر. يبيت، اكل، استعيد، اكل، استعيد بالنايت. البيشوب بتاعي هدي البيشوب بتاع حضرتك، ياكل، اطور النايت بمنتهى الهدوء. البيشوب جاي يربط النايت، النايت مضغوط عليه بالنايت بالبيشوب. طب ايه يعني؟ ما هو محمي بالبيشوب والوزير، ايه يعني يا استاذ؟ النايت بتاعي يهدي النايت بتاع سيادتك، هتعمل ايه؟
هاكل بكش، استعدت يا سيدي. هاكل بهذا الشكل ولا يهمني، استعدت بالبيشوب. لو اكلت انا هاكل. الشكل تعادلي، متهيألي مش محتاج كلمة نووية عشان نقول ان هو تعادلي. يعني تعادلي للركب، تعادلي جدا. هيبقى تعادلي ايه اكتر من كده؟ تهدد البدء يحمي البدء، تهدد البدء مرتين يحميه مرتين. الدنيا اكثر من بسيطة. ومتهيألي الفكرة بتاعت الاي 5 مش افضل لك، هي دخلتك في خط تعادلي على طول. لا اتصور انها فكرة افضل. يتبقى بس فكرة اخيرة عشان نبقى بقى خلصنا نقلة الاي 5 دي بضمير مستريح. باقي تطور النايت اي 5. عايزينه لما ياكل بالبدء بتاع دي، يعني كل اللي فات كل بالبدء بتاع الاف الف هنا وشاف على قلبه، النهارده بياكل او في اللحظة دي بياكل بالبدء بتاع دي. هنعمل احنا ايه؟ هناكل. الراجل طبعا هيكسر وزراء، لا بأس. ياخد بدء زيادة مش هنسيبهوله. نطور النايت بتاعنا بهذا الشكل، يطور البيشوب. النايت بتاعنا عايز يعمل فورك لكل الأشياء، يقول لي بسيطة الرخ حمد هذه الفورك. وبعدين الرخ تضغط على هذا النايت، نايت محمي ينزل هو اللي عايز يديني فورك، أرجع أحمي يرجع، أرجع تاني، يطور البيشوب بتاعه بهذا الشكل. هاخد البدء. ايه بتضحي النايت؟ لا مش هضحيه ولا حاجة، هزيع على هذا النايت. لو النايت مشي هاكل. يقول طب ما انا استعيد. اقول لك ضغطت على النايت بقطعتين هتعمل ايه؟ ولو شلت النايت البيشوب هيسقط، يطلع بالملك. اكل فياكل فاكل، والدنيا لطيفة خالص. تفتح الانجن الوضع صفري ولله الحمد. ولذلك اديك بقى معاك الاي 5 كمان. هي الاي 5 بس التركة بتاعتها انه لو هو زاح الدنيا باظت معاه. اللي هي ايه؟ النقلة اللي احنا لما بلعب كده ما ينفعش هو يزيح، دي تبوظ الدنيا معاه خالص، دي تخسره في الحال يعني. شوفنا بقى باستفاضة بتخسر ليه واتكلمنا عنها. طيب تمام، اتمنى تكون استفدت. انا مش عارف في استفدت بتطلعش ما بتظبطش يعني. اتمنى تكون استفدت واستمتعت بالتفريع بتاع النهارده. سبسكرايب عشان نشوف بقية الكورس، واشوفك الحلقة الجاية على خير وسلام.